السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة عمارة. عملت لكم النهارده سندوتشات البانيه بطريقه سهله وبسيطه، ما فيهاش افتكاسات يعني خالص. مكونات بسيطه عندك في البيت، ولا بيض بقى ولا اي حاجه، ولا فيجيتار ولا بقسماط، حاجات بسيطه كده خالص. هتعمليها نغير في طعم البانيه شويه. طبعا من مكونات بسيطه وسهله في البيت، والنتيجه يا جماعه روعه، تحفه. تعالوا نشوف كده عملناها ازاي مع بعض. هنا عندي حوالي كيلو من البانيه، غسلته كويس بالملح وبالليمون والدقيق وصفيته زي ما انتوا شايفين كده. هنا عندي البهارات، توم باودر، بصل باودر، من كل حاجة معلقة كبيرة، معلقة صغيرة. ملح، معلقة ملح، فلفل أسمر، بابريكا، حبة شطة صغيرين طبعا دي اختياري، حبة بهارات فراخ برضو دي حبة بسيطة. بنزل كده على البهارات، بنزل على الفراخ بتاعة البانيه. بعد كده بنزل باللبن حوالي، اللبن يا جماعة ده يعني كوباية، لو عندك كوباية كبيرة نص الكوباية. بقلبهم كويس مع بعض كده زي ما انتوا شايفين، وبحطهم في التلاجة من ساعة لساعتين. هنا ما كنتش لسه حاططها في التلاجة، والتتبيلة كلها كده مع بعض مع اللبن اتشرب مع البانيه. هنا عندي حوالي كوبايتين من الدقيق، او كوباية ونص من الدقيق. هنا كنت محضرة توم باودر، بصل باودر، مرقة فورية، وحبة فلفل اسمر. بس كده بنزل عليهم، بنزل على الدقيق. تمام كده. بنزل بالفلفل الاسمر، توم باودر، بصل باودر. تمام كده. بنزل طبعا واحدة واحدة من البانيه. بس بغلف البانيه كويس قوي بالكفر كده بتاع الدقيق. جربوه يا جماعة بالدقيق زي ما بقول لكم كده، تحفة. هتديكوا طعم تاني غير اللي بتاكلوه زي كل مرة، طعم غير تقليدي يعني. تمام كده. هنا عندي طبعا الزيت هنا على النار، نزلت بالبانيه واحدة واحدة. هتدوك يا جماعة لون ذهبي ومقرمش، وما تخافوش مش الكفر مش هيفك خالص ولا أي حاجة. هنا ما طلعت أول طاسة كده، وزي ما انتوا شايفين بصوا الشكل عامل ازاي يا جماعة، والطعم طبعا تحفة. خدت اللون الذهبي، واستحالة الكفر يفك منك ولا أي حاجة. هنا عندي معلقتين من المايونيز، نزلت على الكاتشب بيهم. دول حوالي 4 معالق كاتشب على معلقتين من المايونيز، وبقلبهم كلهم بقلب الاتنين مع بعض كده كويس، ميكس حلو كده مع بعض عشان السندوتشات. جربوا يا جماعة الكاتشب مع المايونيز بنفس الطريقة دي كده، هيدوكوا طعم حلو قوي. هنا جبت السندوتشات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بجيب البانيه، طبعا الحشوات طبعا دي براحتك انتي، انا بس بديكي فكرة بسيطة طبعا، وانتي بتكملي اللي يعجبك طبعا. تمام كده. عايزة اقول لكم الكاتشب مع المايونيز هيديكي ميكس تحفة مع السندوتشات دي. هي هتشوفيها بسيطة، بس هتديكي طعم حلو قوي على فكرة، من غير ما تحطي بقى ولا جبن ولا اي حاجة.
بس طبعا الحشوات طبعا ارجع اقول لك دي براحتك. زي ما انتم شايفين كده. هنا تمام. خلصت هنا السندوتشات. طبعا الكيلو عمل كمية كبيرة، بس انا كده بوريكم اللي انا عملته كده هنا قدامكم. يعني بكيلو بانيه هتوفري احسن من بتاع بره مليون مرة، مبلغ كبير طبعا. بصوا يا جماعة الشكل كده والطعم، جربوه هيبقى حكاية. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.